يا من تتوق روحه إلى فهم المطلق، ويا قلبا يبحث عن النقاء في زمن الاختلاط، هل شعرت يوما بتلك الوحدة الكونية التي تخفي العظمة في جوف التفرد؟ في عالم يحاول فيه الجميع أن يتطابقوا ويصممون شخصياتهم لتناسب قوالب المجتمع، يأتي سؤال يزلزل الوعي: كيف للمهدي المنتظر أمل العوالم أن يكون متفردا إلى حد عدم الفهم؟ وما هو سر تلك الشخصية الاستثنائية والمقام الرفيع الذي يضعه فوق كل تصور بشري؟ لقد علمنا شيخنا الأكبر محيي الدين ابن عربي أن الكمال الحقيقي يكمن في التفرد، وأن كل كائن يجسد اسما إلهيا فريدا. فماذا لو كان عدم فهم المهدي ليس نابعا من غموض بل من تفرد يلامس الحضرة الإلهية ذاتها؟ هل تخيلت يوما أن شخصية بهذه العظمة لتكون مرآة صافية للوجه الإلهي يجب أن تكون فوق إدراك العقول المحدودة؟ إنه سؤال يثير القلوب ويحرك العقول ويوقظ في الروح شغفا لفهم أبعاد التفرد في طريق الكمال. إن الحديث عن المهدي ليس مجرد سرد لآيات الظهور أو انتظار لعلامات آخر الزمان، بل هو دعوة لفهم عمق الإنسان الكامل وكيف يتجلى الحق في وجوده. فماذا لو كانت تلك الشخصية الاستثنائية التي يحملها المهدي ليست صفات بشرية عادية، بل هي تجليات لأسماء الله الحسنى بكمال مطلق، مما يجعله خارج نطاق التصور البشري المعتاد؟ هل يمكن أن يكون هذا التفرد هو ذاته سر مكانته العليا ومقامه الرفيع في الوجود؟ تخيل معي النجم الأعظم في السماء، فهو لا يشبه بقية النجوم، ويصعب على العين المجردة أن تدرك عظمته الكاملة لشدة نوره وفرادته. هكذا المهدي إنه موجود بيننا، لكن تفرده يجعله عصيا على الفهم، ومقامه الرفيع يضعه في منزلة لا تدركها القلوب الغافلة إلا بنور البصيرة. ابن عربي يشير إلى أن العارف الفرد هو من لا يدركه أحد إلا من كان على شاكلته، وأن علو المقام يصاحبه دائما حجب عن أعين العامة. يا من تقتفون آثار الأولياء وتتوقون إلى فهم إشارات الغيب، استعدوا لرحلة تحرك الروح وتزلزل اليقين السطحي، فما سنكشف عنه الستارة ليس مجرد وصف لشخص، بل هو فهم لطبيعة التجلي الإلهي في الوجود البشري، وكيف أن أعظم الحقائق تخبأ في التفرد وتكشف لمن يمتلك بصيرة القلب. هل أنت جاهز لتضيء قنديل بصيرتك وتخطو معنا في دروب لم تسلكها من قبل، لتكشف أسرارا لم يفصح عنها بعد، وتدرك أن المهدية بفرادة شخصيته ورفعة مقامه يخبرنا بسر كوني عن قيمة التفرد في طريق الوصول إلى الكمال المطلق؟ يا من تتوق روحه إلى فهم المطلق، ويا قلبا يبحث عن النقاء في زمن الاختلاط، هل شعرت يوما بتلك الوحدة الكونية التي تخفي العظمة في جوف التفرد؟ في عالم يحاول فيه الجميع أن يتطابقوا ويصممون شخصياتهم لتناسب قوالب المجتمع، يأتي سؤال يزلزل الوعي: كيف للمهدي المنتظر أمل العوالم أن يكون متفردا إلى حد عدم الفهم؟ وما هو سر تلك الشخصية الاستثنائية والمقام الرفيع الذي يضعه فوق كل تصور بشري؟ لقد علمنا شيخنا الأكبر محيي الدين ابن عربي أن الكمال الحقيقي يكمن في التفرد، وأن كل كائن يجسد اسما إلهيا فريدا. فماذا لو كان عدم فهم المهدي ليس نابعا من غموض بل من تفرد يلامس الحضرة الإلهية ذاتها؟ هل تخيلت يوما أن شخصية بهذه العظمة لتكون مرآة صافية للوجه الإلهي يجب أن تكون فوق إدراك العقول المحدودة؟ إنه سؤال يثير القلوب ويحرك العقول ويوقظ في الروح شغفا لفهم أبعاد التفرد في طريق الكمال. إن الحديث عن المهدي ليس مجرد سرد لآيات الظهور أو انتظار لعلامات آخر الزمان، بل هو دعوة لفهم عمق الإنسان الكامل وكيف يتجلى الحق في وجوده. فماذا لو كانت تلك الشخصية الاستثنائية التي يحملها المهدي ليست صفات بشرية عادية، بل هي تجليات لأسماء الله الحسنى بكمال مطلق، مما يجعله خارج نطاق التصور البشري المعتاد؟ هل يمكن أن يكون هذا التفرد هو ذاته
سر مكانته العليا ومقامه الرفيع في الوجود. تخيل معي النجم الأعظم في السماء، فهو لا يشبه بقية النجوم، ويصعب على العين المجردة أن تدرك عظمته الكاملة لشدة نوره وفرادته. هكذا المهدي، إنه موجود بيننا، لكن تفرده يجعله عصيا على الفهم، ومقامه الرفيع يضعه في منزلة لا تدركها القلوب الغافلة إلا بنور البصيرة. ابن عربي يشير إلى أن العارف الفرد هو من لا يدركه أحد إلا من كان على شاكلته، وأن علو المقام يصاحبه دائما حجب عن أعين العامة. يا من تقتفون آثار الأولياء وتتوقون إلى فهم إشارات الغيب، استعدوا لرحلة تحرك الروح وتزلزل اليقين السطحية. فما سنكشف عنه الستارة ليس مجرد وصف لشخص، بل هو فهم لطبيعة التجلي الإلهي في الوجود البشري، وكيف أن أعظم الحقائق تخبأ في التفرد وتكشف لمن يمتلك بصيرة القلب. هل أنت جاهز لتضيء قنديل بصيرتك وتخطو معنا في دروب لم تسلكها من قبل، لتكشف أسرارا لم يفصح عنها بعد، وتدرك أن المهدية بفرادة شخصيته ورفعة مقامه يخبرنا بسر كوني عن قيمة التفرد في طريق الوصول إلى الكمال المطلق؟ لقد علمنا شيخنا الأكبر محيي الدين ابن عربي أن الإنسان الكامل هو المرآة الجامعة التي تعكس جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن هذه المرآة تصبح فريدة بقدر تجلي الحق فيها. فالمهدي بكونه خاتم الأولياء ووارث الحقيقة المحمدية يجسد هذه الفرادة بشخصيته الاستثنائية التي لا تشبه أحدا. تخيل معي النجمة المضيئة التي ترشد السفن في ظلمات البحر، إنها واحدة لكن نورها يضيء للكثيرين. هكذا شخصية المهدي، إنها متفردة لكن تأثيرها يمتد ليشمل الوجود كله، مرشدة لكل من يبحث عن النور. إن عدم فهم المهدي من قبل العامة ليس نقصا فيه، بل هو علامة على عظمته وفرادته التي تفوق مدارك العقول البشرية المحدودة. ابن عربي يشير إلى أن العارف الفرد لا يدركه إلا الفرد، وأن مقامات الأولياء تقاس بمدى تفردهم في الوحدة مع الحق. فالمهدي يجسد هذه الفرادة بكونه جامعا لكل الكمالات، فلا يمكن أن يصنف ضمن قالب بشري مألوف، لأنه يمثل الوجود الحق المتجلي في صورة إنسان. إن هذا التفرد هو ما يمنح المهدي مقامه الرفيع الذي يعلوه فوق كل تصور. فابن عربي يعلمنا أن المقامات لا تمنح اعتباطا، بل هي نتيجة تجليات إلهية خاصة تفرد حاملها عن غيره. فالمهدي يشبه القمة الشاهقة التي لا يبلغها إلا من يمتلك روحا قوية وبصيرة نافذة. هذا المقام ليس مجرد لقب، بل هو حال روحي يجعله مؤهلا لحمل أمانة العدل والرحمة في الأرض، ولتحقيق الوحدة الكونية التي ستعم الوجود كله. فلتتأمل معي كيف تخبئ اللؤلؤة السوداء النادرة نفسها في أعماق المحيط بعيدا عن الأعين، لتنمو وتصقل بشكل فريد لا يضاهيه شيء. هكذا المهدي، إن تفرده وعدم فهمه من قبل الكثيرين هما دليل على قيمته الحقيقية، وعلى أنه ليس لعامة الناس، بل للقلوب المستنيرة التي تبحث عن الحق المطلق في كل تجلياته. إنه دعوة لفهم أن العظمة الحقيقية قد تكمن في التفرد، وأن الكمال لا يمكن أن يوضع في قوالب جاهزة. في عمق فلسفة ابن عربي تكمن فكرة أن كل إنسان يحمل في ذاته تجليا لاسم من أسماء الله الحسنى، لكن المهدي بكونه الإنسان الكامل يحمل في شخصيته تجليات جامعة لكل الأسماء الإلهية بكمال مطلق، مما يمنحه تلك الشخصية الاستثنائية التي لا يمكن لأحد أن يدرك أبعادها بالكامل. تخيل معي المحيط الذي يجمع في طياته كل قطرة من الماء، لكنه يبقى واحدا موحدا لا يتجزأ. هكذا شخصية المهدي، إنها تجمع كل الكمالات لكنها تبقى متفردة في وحدتها. إن عدم فهم المهدي من قبل الكثيرين ليس لقصور في ذاته، بل لقصور في الإدراك البشري الذي اعتاد على رؤية التجليات الجزئية لا الكلية. ابن عربي يشير إلى أن العين لا تدرك إلا بقدر ما يمكن أن تراه، وأن رؤية الكمال المطلق تتطلب بصيرة موسعة،
فالمهدي يشبه الشمس التي تشرق بنورها العظيم، لكن الأعين الضعيفة لا تستطيع أن تدرك عظمة نورها إلا من خلال انعكاسه على الأشياء. هذه الشخصية الاستثنائية هي ما تهيئ المهدي لحمل أمانة الله في الأرض ولإقامة العدل الذي سيعيد التوازن للوجود كله. فابن عربي يعلمنا أن التجرد الكامل هو الشرط لتلقي الفيض الإلهي الأعظم، فالمهدي يجسد هذا التجرد لتكون شخصيته متحررة من كل قيود الأنا ومتحدة بالحق المطلق. هذا التجرد هو ما يمنحه القدرة على رؤية الحقائق بوضوح واتخاذ القرارات الصائبة التي لا تخطئ أبدا. فلتتأمل معي كيف يخبئ العقل الباطن للإنسان أعمق الأسرار والقدرات، ولا تكتشف إلا بالجهد والتأمل العميق. هكذا شخصية المهدي، إنها تخبئ في طياتها كمالات لا تحصى، ولا تدرك إلا بنور البصيرة التي تتجاوز المظاهر السطحية. إنها دعوة لفهم أن العظمة الحقيقية قد تكمن في عمق الجوهر، وأن أفراد الوجود وإن كانوا بيننا فقد يكونون من كثرة نورهم عصيين على الفهم العام، لتكشف أسرارا لم يفصح عنها بعد، وتدرك أن المهدية بفرادة شخصيته ورفعة مقامه يخبرنا بسر كوني عن قيمة التفرد في طريق الوصول إلى الكمال المطلق. في عمق حكمة ابن عربي لا ينظر إلى المقامات كمجرد مراتب في تسلسل هرمي، بل هي تجليات لدرجة الوحدة مع الحق. فالمقام الرفيع الذي يتمتع به المهدي ليس لكونه أعلى من غيره، بل لكونه أكثر اتصالا بمصدر الوجود المطلق. إنه يشبه النقطة المركزية في الدائرة، فكلما اقتربت منها زاد اتصالك بالكل. فالمهدي يجسد هذه النقطة المركزية لتكون شخصيته متحدة بالوجود كله، ويصبح فهمه للكون شاملا لا يخطئ. إن هذا المقام الرفيع هو ما يمنح المهدي القدرة على إقامة العدل وتحقيق التوازن في العالم. فابن عربي يعلمنا أن العارف بالله هو عين الله في خلقه، وأن من بلغ مقام الوحدة المطلقة أصبح فاعلا بإذن الحق، يغير الكون بنور بصيرته. فالمهدي يشبه اليد التي تحرك الأشياء بإذن صاحبها، لتكون أفعاله هي تجليات لإرادة الحق لا لإرادته الفردية. تخيل معي القمة الشاهقة التي تشرف على كل الوديان والجبال وتراها بوضوح تام. هكذا مقام المهدي، إنه يدرك كل تفاصيل الوجود ويرى الخلل بوضوح لتكون رؤيته شاملة لا تخطئ. إنه ليس فقط قائدا، بل هو مصلح كوني يعيد كل شيء إلى مكانه الصحيح في نظام الوجود، بناء على رؤية إلهية لا تدركها العقول العادية. إن هذا الفهم لمقام المهدي يعيد تعريف مفهوم القيادة الروحية في الوعي الصوفي. فالقيادة لا تقتصر على السلطة الظاهرة، بل هي نابعة من عمق الاتصال بالحق، ومن القدرة على رؤية الوجود كله كوحدة لا تتجزأ. هذه الحكمة تعلمنا أن طريق الوصول إلى المقامات الرفيعة يمر عبر التخلي عن كل ما سوى الحق، وأن النجاة الحقيقية تكمن في إدراك أن الكمال لا يمكن أن يحصر في حدود التصور البشري، لتصبح الروح حرة لتحلق في آفاق الوحدة المطلقة. في عمق هذه الرحلة الروحية يكمن السر الأعظم الذي يحير العقول ويثير الدهشة، أن تفرد المهدي وشخصيته الاستثنائية ومقامه الرفيع ليست مجرد صفات، بل هي علامات اليقين المطلق والجبروت الإلهي المتجلي في الإنسان الكامل. فمن ذا الذي يستطيع أن يحمل كل هذه الكمالات ويدرك كل هذه الحقائق إلا من كان على قدر عظيم من الإيمان المطلق والتسليم الكلي لإرادة الحق وتدبيره الأزلي. المهدي في هذا المقام السامي يعلمنا أن أعظم القوة تكمن في السيطرة على الذات وفي التجرد من كل ما سوى الله، وأن أعمق التحولات التي تغير وجه الوجود بأسره تبدأ من الداخل، من تحويل الذات بنار الشوق وألم الفناء الذي يزيل كل حجب الغفلة ويهيئ لتلقي نور اليقين الذي لا يخطئ أبدا.
إن حكمة ابن عربي تضيء لنا هذا المسار الخفي، مبينة أن ظهور المهدي ليس مجرد حدث خارجي ننتظره في علامات وظواهر بعيدة عن وعينا، بل هو تتويج لرحلة باطنية عميقة من التطهير والصقل الروحي، رحلة تعده لحمل أمانة الله في أرضه وإقامة خلافته الحق التي ستعم الأرض قسطا وعدلا ونورا وبركة. فكل لحظة من وجوده قبل الظهور هي إعداد إلهي محكم لتحقيق الكمال المطلق في ذاته، ليصبح مرآة صافية لوجه الحق في الأرض، يجلي أسماءه وصفاته التي اضمحلت في غياهب النسيان والغفلة، ويظهر نور العدل والحكمة في كل ركن من أركان الوجود، ليبدد ظلمات الجهل والفساد. هذه الأسرار العميقة التي تكشف لنا من فلسفة ابن عربي تخبرنا بأن العظيم لا يعد في العلن دائما، بل يعد في الخفاء والصمت العميق، وأن النور الأبهر يولد من أعمق الظلمات التي تحيط بالوجود، وأن أنقى العطور تستخلص من أصعب الضغوط وأشد المعاناة، تماما كما تستخرج الجواهر الثمينة من أعماق الصخور والجبال. فلتكن قلوبنا متحدة بهذا النور الباطني الذي يشع من هذه الحقيقة، ولتتقبل أرواحنا هذا السر العظيم الذي يخبئ فيه المهدي قوته، لتصبح هي ذاتها نورا يضيء الدرب للآخرين، وتدرك أن كل ألم هو بذرة خلاص، وكل عزلة هي خلوة تورث اليقين المطلق وتفتح بها أبواب المعرفة الإلهية والفيوضات الربانية. فلتكن هذه الكلمات نداء لكل روح تبحث عن معناها في هذا العالم المضطرب، لتغوص في أعماق ذاتها وتكتشف المهدي الكامن فيها، المطهر بالصمت، المسقول بالألم، المتحد بالحق المطلق. إنها دعوة لفهم أن ظهور المهدي ليس مجرد حدث خارجي ننتظره بشوق، بل هو عملية داخلية مستمرة، تجلي لكمال يولد في صمت الأرواح المستعدة. فليكن قلبك مرآة لهذا السر، وليكن وجودك شهادة على هذا النور، لتصبح أنت ذاتك جزءا من فيض العدل والرحمة الذي سيشرق على العالم أجمع، ولتدرك أن خلاصك يكمن في إدراك تفردك الخاص وكمالك المتفرد الذي يمكن أن يضيء دربك في هذا الوجود. يا قلبا تاق إلى اليقين، ويا روحا تجولت في أسرار الخفاء والظهور، لقد أدركت الآن أن سر المهدي ليس في كونه غائبا تماما، بل في وجوده الخفي بيننا، وسماته الغريبة التي لا تدركها إلا البصائر المستنيرة. إنه ليس مجرد شخص ننتظره، بل هو تجل لحقيقة كونية تخبرنا أن العظمة الحقيقية قد تتخفى في أبسط المظاهر، وأن النور الأبهر قد يشرق من أعمق دروب الستر. لقد كشف لنا شيخنا الأكبر محيي الدين ابن عربي أن هذه السرية والغموض هما جزء من كماله الروحي وحمايته الإلهية. فالمهدي بكونه مرآة صافية للحقيقة المحمدية يدرك أن الظهور قبل الأوان يمكن أن يشوش على نقاء التجلي، وسماته الغريبة ليست لزيادة الحيرة، بل هي إشارات باطنية لمن يمتلك بصيرة القلب تخبره أن الحق يتجلى في أضاده، وأن العظمة الحقيقية قد لا ترى بالعين المجردة، بل بنور الوعي المتصل بالحق. الآن وقد تفتحت بصيرتك على هذه الأبعاد الروحية، ألا تدرك أن البحث عن المهدي يبدأ من داخلك أنت؟ إنه دعوة لتطوير تلك البصيرة الداخلية التي تمكنك من رؤية الإشارات الخفية في كل مكان وفي كل وجه، حتى في زحام حياتك اليومية. فالمطلوب ليس الانتظار السلبي، بل هو السعي لتحقيق اليقين المطلق الذي يمكنك من إدراك النور في أعمق دروب الخفاء، لتصبح أنت ذاتك جزءا من هذا النور الذي سيغير وجه العالم. فليكن هذا الفهم الجديد بمثابة نقطة تحول في رحلتك الروحية. هل أنت مستعد لتضيء قنديل بصيرتك وتخطو في دروب لم تسلكها من قبل، لتكشف الأسرار الكامنة في الوجود، وتدرك أن المهدي قد يكون أقرب إليك مما تتخيله؟ تذكر دائما النور الأعظم يشرق من أعمق السرية، وهو كامن في كل قلب استعد لتلقيه. إذا لامس هذا السر روحك وأيقظ فيك الشوق لفهم أعمق، فلتكن جزءا من مجتمعنا الذي يسعى لكشف هذه الأسرار العظيمة
ولتطبيق حكمة شيخنا الأكبر في حياتنا. ادعمنا بإعجابك على هذا المحتوى لتشجيعنا على الاستمرار في هذه الرسالة النورانية، وشاركنا بتعليقك عن رؤيتك لسر المهدي الخفي وسماته الغريبة، وشارك هذا الفيديو مع كل من تظن أن روحه تبحث عن هذا النور الخفي وعن بوصلة روحية، واشترك في قناتنا السر الأعظم لتصلك كل التجليات الجديدة التي نشاركها في هذه الرحلة الروحية المباركة نحو الفهم واليقين.